بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لقد عانى الشعب السوري عامة والشعب الكردي خاصة من ويلات الظلم والقهر والتمييز على أسس طائفية وعرقية ولسنوات طويلة من قبل النظام البعثي المغتصب للحكم. لذلك قامت الثورة السورية مطالبة بحقوق الشعب المنكوب الذي صبر على الظلم والقهر والاستبداد، والذي قدم الغالي والنفيس في سبيل نيل حقوقه المشروعة. ودعما لاستمرار الثورة السورية نعلن عن تشكيل حركة الإنقاذ الكردية، وهي حركة مستقلة تعمل على استعادة حقوق الشعب السوري عامة والشعب الكردي خاصة، معتمدة الكفاح المسلح والعمل السياسي الرديف له. أهداف حركتنا: أولاً تحقيق مطالب الشعب الكردي المشروعة. ثانياً العمل مع الفصائل الثورية السورية على إسقاط النظام بكل أركانه ومرتكزاته. ثالثاً الاستمرار في العمل الثوري بالوسائل المشروعة حتى تحقيق أهداف الثورة. والله ولي التوفيق. عاشت سوريا حرة أبية.